موضوع كاميليا شحاته طلعت عبير وطلعت احداث امبابه، فبقت الموضوع لازم نشوف حل الموضوع ده. الموضوع ده بيزعجنا احنا يا مصريين لان دي بلدنا، ومش ممكن نسمح انه يحصل حاجه في مصر، لان مصر تهمنا كلنا ونخاف عليها. احنا مثلا كنت في حرب اكتوبر ناسي خالص اذا كنت اموت ولا اعيش، لان في سبيل مصر. وبعدين انا متاكد ان رموز الكنيسه ناس محترمين وناس معتدلين، وان رموز السلفيه اللي كانوا في المشكله برضك معتدلين وناس محترمين جدا. وبدات اقعد ونناقش الموضوع واتفقوا تقريبا على الموضوع انه يتحل بطريق ودي ويرضي الاطراف كلها. تمام. انا هرجع حضرتك، عايز اعرف اتفقوا على ايه بالفعل يا باشمهندس، لكن الاول اسمح لي، انا كنت اعلنت في بدايه الحلقه انه كان المفروض يكون موجود معانا الدكتور عمرو خالد، ولكن للاسف هو اعتذر لظرف طارئ. مساء الخير يا دكتور عمرو. اهلا بيكي مدام ريهام. اهلا بحضرتك وان شاء الله يكون خير. والله كان المفروض اكون معاكم بس غصب عني حصل عندي ظرف طارئ. لا الف سلامه، ان شاء الله يكون كل خير. كل خير، وسلامي الشيخ خالد الجندي اخويا وصديقي، والاستاذ هاني عزيز اخويا وصديقي، يعني الاثنين غاليين، وان انا اكون يعني كان نفسي اكون موجود في وسطهم، فمعلش سامحيني المره دي. واحنا كان نفسنا ان شاء الله يبقى في مره ثانيه بس ظروف احسن ان شاء الله. يا دكتور. نعم يا فندم. ارجو انه يكون المانع خير. خير معلش يا استاذ هاني سامحنا. ان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني بس تكون في ظروف احسن، لما نقعد بقى نتكلم ونقول ده كان بيحصل حاجات مش كويسه وخلاص. عموما دكتور عمرو، حضرتك صاحب مبادره انترنت بلا فتنه. احنا شفنا في الفتره اللي فاتت ان بالفعل الانترنت ليه تاثير كبير جدا على مجرى الاحداث دلوقتي في مصر. لو قلنا ثوره، انترنت كان ليه دور كبير. لو قلنا فتنه، للاسف برضو كان ليه دور كبير. ازاي هيبقى عندنا انترنت من غير فتنه يا دكتور عمرو؟ والله هو حضرتك خلينا نقول ان ان المصريين محتاجين طبعا انترنت بلا فتنه. انا موافق على كلامك، وانا يعني هنرجع المبادره بمنتهى القوه ابتداء من يمكن انا برنامجي على التلفزيون المصري هيبقى يوم الخميس ان شاء الله 10 بالليل، هنرجع المبادره بشده. لكن انا يعني عايز اقول ان المصريين لازم ياخدوا قرار الان. انا بكلم شعب مصر. يعني ايه ياخدوا قرار الان؟ احنا كل شويه بنقول اصل دي قله عملت كذا، دول حلول الحزب الوطني، لا دول التيار الفلاني عمل الشيء الفلاني، دول قله هي اللي عملت كده. يا جماعه طب ما هو القله عملت كده، بصرف النظر مين اللي عامل كده، المصريين عموم الشعب بيتحرك ولا ما بيشاركش؟ بيتحرك وبيشارك، يبقى احنا نتحمل ان كلنا هنخسر. ما بيشاركش، يبقى هو ده الحل الصحيح اللي المفروض ان المصريين ياخدوه الان. انا افتح اتفرج على ماتش الزمالك الاقي الجماهير نزلت الملعب، اتفرج على ماتش الاهلي الاقي الجماهير مش قله. المصريين لازم يختاروا ان هم لن يشاركوا في هذه الامور، ولازم يكون ده اختيار جماعي. انا لن اشارك في اي فتنه من اي نوع. معلش مع احترامي للسيده كاميليا وللسيده عبير، سيدات فضليات يطلعوا مسلمين يطلعوا مسيحيين، دي مش قضيتي. معقوله كاميليا وعبير اهم من مصر؟ يعني تتحرق مصر عشان كاميليا وعبير؟ مع احترامي للجميع، لكن انا مش قادر اصدق ان احنا اصلا بنتكلم في المواضيع دي. دي بلد المفروض ان كلها تشتغل مش 24 ساعه، تشتغل 48 ساعه في ال 24 ساعه شغل من نار علشان تقف على رجليها وتحقق اهدافها وتنهض. بتتكلم في كاميليا وعبير، ونص القنوات الفضائيه تفتحي القنوات حوار مع كاميليا وعبير. طب وايه اللي حصل؟ طب ومين اللي قال لك؟ طب وانت قلتي له ايه؟ معقوله يا جماعه؟ انا مش، والله العظيم انا مش قادر اصدق احنا بنتخانق على ايه؟ احنا كلنا خسرانين. فيا شعب مصر لازم يكون لك اختيار. انا مش موافق ان يتكتب قله عملت كده. الشعب المصري لازم يا اما يمسك على ايديهم يا اما يسيبهم عشان يتكشفوا لوحدهم، ولا احد يشارك ولا يتفرج ولا يتواجد في مكان في مثل هذه الفتن علشان نبان ان احنا لن نشارك في هذا. انا قلق جدا 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 على هذا الامر. سامحيني يعني ان انا استطردت. بالعكس حضرتك بتتكلم عن قلقنا كلنا يا دكتور عمرو. اختيار الشعب المصري. تمام. انا بشكرك جدا دكتور عمرو خالد. اتفضل الاستاذ هاني عايز اسال حضرتك حاجه وانا استغل وجودك معانا دكتور عمرو. استاذ هاني. كان بمناسبه ريهام لما قالت النت ومبادرتك، انا بنتي جات لي منزعجه جدا جدا وورتني رجل ملتحي لابس جلباب ابيض، ويمكن ده مصر كلها شافته، وخلفه عشرات من الشباب،
واتكلم على رمز الكنيسه بقبح شديد جدا جدا، وقال يا اولاد ما تبقوش رجاله الا اذا ولعتوا الكنايس. فيعني النهارده انا يعني بطلب زي ما ريهام بنضم لريهام، عايزين فعلا النت والمواقع والحاجات دي تبقى فيها شيء من الوعي عشان ما نحرقش البلد. لان لما يطلع الرجل هذا وباين عليه انه رجل متدين للاسف ويقول هذا الكلام، يبقى خلاص احنا في خطر شديد جدا، لانه ده وصل لشباب ووصل لناس كتير جدا. ما احنا عايزين دور العلماء، وبيبقى رد الفعل بتاعه عايزين دور العلماء لمواجهه مثل هذا الفكر، او لمواجهه يعني ما هو هيبقى بقى في صراع دلوقتي، مين اللي هيقدر ان هو يأثر في فكر المواطن. يا دكتور عمرو حضرتك بتقول عايزين الناس تفكر وتختار وتقرر هي هتعمل ايه، حضراتكم عليكم دور كبير بقى، احنا معتمدين عليكم في الحكايه دي. يا مدام ريهام، يعني انا بس عايز اضم صوتي لكلام الاستاذ هاني. انا عايز اقول لك ان لا يوجد دين ولا الاسلام لا يقبل ابدا فرض الفكر بالقوه، فرض الفكر بالعافيه، فرض الفكر بتأجيج العواطف الصراعيه. ده مش ديننا، ده مش دين، ده مش ايمان، ده القرآن يا جماعه. القرآن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هناك منهج واحد لتفسير القرآن. النبي كان ممكن ربنا يقول له انت تفسر القرآن تفسير واحد، هو ده التفسير الاوحد. ترك القرآن دون تفسير موحد لتبقى العقول وتتنوع وتبدع وتفكر وتقبل الاختلافات. القرآن اللي هو كتابنا في قبول هذا التنوع، عشان كده لم يوجد له منهج واحد في التفسير فعلا. فكيف نعيش بالطريقة دي؟ فأنا بقول الكلام اللي بيقوله الأستاذ هاني، هناك استغلال لعواطف الناس المؤمنة الطبيعية البسيطة، هناك فرض فكر بالقوة. ده حرام دينا، حرام شرعا، مفسد للبلد. وانا فاهم يا استاذ هاني اللي حضرتك بتقوله، انا مدرك اللي انت بتقوله، ومدرك انعكاسه نفسيا على الكنيسه، على الشباب المسيحي، والله يا استاذ هاني وحتى على الشباب المسلم. اوعى تفتكر ان في حد سعيد، كلنا حزانه على بلدنا فعلا يا دكتور عمرو. دكتور عمرو انا هستأذنك انك تكون موجود معانا، يعني معلش بقى هناخدك شويه دلوقتي، تخليك موجود معانا ولكن على التليفون واحنا بنتحاور بعد اذنك. عايزه اروح لفضيله الشيخ خالد. يا شيخ خالد، يعني احنا شايفين فعلا ان احنا عندنا تيارات اسلاميه فكريه ومذاهب مختلفه كتير. دايما بنقول فين دور الازهر، وحضرتك من علماء الازهر الشريف، مين اللي يتحكم بقى؟ يعني المفروض يكون هناك جهه عليا، لو قلنا فكريه دينيه، الازهر فين؟ طبعا هنتكلم في ده كلام مهم جدا، بس انا ليا شويه ملاحظ كده على الاخوه اللي اتكلموا، برضو الدكتور عمرو والاستاذ هاني. في حاجه مهمه جدا عاوزين نقولها ونفكر نفسنا بيها. هناك فارق بين العرض والمرض. العرض شيء والمرض شيء. الدكاتره علمونا كده، الاطباء علمونا كده، انه احيانا يكون المريض عنده سخونه، فنقعد نركز على انه السخونه ديت لازم نعالجها. لا، انت السخونه ديت لو افترضنا عالجتها باي مخفضات حراره، لكن المرض الحمى موجوده او المشكله موجوده، وبالتالي هتظهر تاني وثالث ورابع وخامس. اذا المشكله ليست في عبير ولا في وفاء ولا في مديحه ولا في عليا ولا في سكينه، المشكله ان كل دي اعراض بثور بتطلع كده نتيجه مرض موجود حقيقي احنا لم نتعامل معه معامله جاده. الامر الثاني، فيجب ان احنا نركز على ايه؟ على المرض مش على العرض. ايه المرض؟ المرض انه الحقيقه الدين عندنا بيمر بازمه معلوماتيه خطيره جدا، تحتاج اعاده ترتيب وتضبيط لمعرفه دور الدين في تقويم الانسان وتحديد علاقات هذا الانسان بالمجتمع المحيط. يعني ايه ازمه معلوماتيه يا شيخ خالد؟ يعني معلومات الناس عن الدين اندر زيرو، تحت الصفر. انا عاوز اقول لك ان لو جبنا 20 مسيحي و20 مسلم وخلطناهم مع بعض وضربناهم في الخلاط وجينا كل واحد نساله، لا هيعرف حاجه عن دينه الاسلامي ولا هيعرف حاجه عن دينه المسيحي. دي مسؤوليه مين يا شيخ خالد ان الناس تبقى معلوماتها تحت الصفر في الدين؟ هقول لك مسؤوليه مين. انت عاوزه تركزي على المؤسستين الدينيتين. لا انا مش انا عايزه الناس يبقى معلوماتها حاضر. والناس مسؤوليه مين؟ صحيح قوي قوي قوي، ده كلام مهم جدا وهنقوله وهنركز فيه. اصل احنا خريجين شهر رمضان اللي فات، اللي الوزير انس الفقي فيه
خلالنا 50,000 برنامج كله اعترافات جنسية، ما فيهمش برنامج ديني واحد في شهر رمضان اللي كنا بنتنشأ فيه على برنامج يعلمنا ديننا زي ما كان الشيخ الشعراوي بيعمل معانا، زي الشيخ عطية صقر ما كان بيعلمنا، زي ابو بسمة مطمئنة الدكتور عبد الله عبادة، الدكتور عبد الله شحاتة الله يرحمه ويحسن اليه، اللي كان بيغذي قلوبنا بالانوار الساطعة من النور واليقين. لما اختفى ده الكلام ده وبدأت اعترافات جنسية تظهر على الشاشات، احنا الحقيقة الشعب اتلهى عن الدين، كأنها كانت خطة لتغييب الناس عن الدين، كانت في خطة منظمة وخلينا نعترف من النظام السابق لإبعاد الناس عن الدين، لا طيب ولا راضي، علشان يقضوا على التطرف راحوا مقضين على التطرف وعلى النبتة الصالحة. الدين ده إشعاع نور، الدين ده إشعاع نور، كان يقدر بتوجيه الناس في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات وفي الإعلام يتحول الدين إلى أداة بناء تبني المجتمع، تحقق المواطنة، تصنع الفرد المنتج المتعلم. إنما للأسف إحنا الساحة تم إخلاءها من الدين ومن رموز الدين، إضافة إلى الفن لا أعفيه من التهمة، الفن اللي كان بيمسك صورة أي شيخ مهزأة، الفن اللي كان يجيب صورة أي مأذون في أي فيلم كوميدي كأداة نكت، الفن اللي كان بيجيب الشيخ في المسرحيات علشان يخلي الجمهور يضحك عليه ويتريق عليه، الفن اللي كان بيحول الحوار اللغوي او اللغه العربيه، بقت اللغه العربيه مهزأه. النهارده لو كلمت واحد باللغه العربيه يقول لك انت بيتريق عليك وتبقى نكته بتتقال. ما تخلينا نتكلم في الواقع. هتاخدي ايه بعد كده؟ ارضعوا الاطفال في المهد الحرام، علموهم فحشهم قبل الكلام، فاذا شبوا فماذا يصنعون؟ حاله الخواء الديني دي استغلتها بعض الطوائف لحساباتها الخاصه او اجنداتها الخاصه او افكارها الخاصه وتفر ايه بقى ما اعرفش. المهم خدت النبته ديت وشكلت بعضها كما يحلو لها، فنشأت الجماعات والفرق اللي انت متخيلها كنتاج طبيعي او كما نسمى بالعرض. انما المرض ان مفيش عندنا مؤسسه دينيه قويه. الازهر في اضعف حالاته، الازهر بيعاني معاناه حقيقيه، الازهر عنده حاله من حالات. طبعا انا ممكن يرد على كلامي ده بكلام بقى من طائفه الشعارات، ايه الازهر نعمه، الازهر طبعا الازهر نعمه والازهر خير، انما الازهر الحقيقي الذي يخرج علماء ربانيين امثال الشيخ الشعراوي وامثال الشيخ عطيه صقر وامثال الشيخ محمد الغزالي. احنا بنحاول جاهدين لتطوير هذه البنيه وهذه المنظومه مع المخلصين من الازاهره، لكن الله اعلم بالمصاعب اللي احنا بنقابلها. انا عاوز اقول لك ان الازهر الى الان ما عندوش قناه فضائيه، في وقت الكنيسه فيه عندها اكتر من قناه، والراجل جنب مني يؤكد او ينفي هذا الكلام. انا باجي لك قناه ازهري. نعم هناك عده قنوات. انا قناه ازهري لا تمثل الازهر بالمناسبه. قناه ازهري ده مجهود غلبان وضعيف، مجهود فردي لا نملكه الا اشخاص معدوده. انا عارفه لم تطلقها او لم يطلقها الازهر شخصيا، يعني هذا كلام مسؤوليه مين؟ الازهر لابد ان تكون له قناه، وبننادي بهذا مرارا وتكرارا، ومش الازهر اللي هيعجزه المد. الازهر بقى قضيه ورقه قوميه بالنسبه للدوله، لابد من تطوير الازهر، لابد من وجود شيخ الازهر بالانتخاب مش بالتعيين، لابد ان تحدد مده شيخ الازهر بمدتين على الاكثر لتجديد الدماء داخل الازهر، لابد من اعاده هيئه كبار العلماء، لابد من انشاء نقابه للدعاة لاعاده احترامهم للسيطره على الشارع المصري. احنا سيبنا الشارع المصري لسيطره احد من الناس وبنقول اين علماء الازهر؟ علماء الازهر لا ياخذون الا الفتات التي لا تغني لا تنتج الا منخنقه او موقوزه او متربيه او نطيحه او ماكل السبع. العلماء الازاهره من السهل جدا لاي حد النهارده ولاي طائفه انه يشدوا من دقنه وينزلوا من على المنبر عشان يطلع اي حد تاني، ودي النتيجه الطبيعيه. الازهر لابد ان ياخذ مكانته. اذا اردنا للازهر يعني القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك ان تبتل بالماء. اذا اردنا عالما ازهريا فلابد من اعاده تصنيع الازهر مره ثانيه ليواكب جو الثوره والحضاره اللي احنا بنعانيه. هو ده رايي. انا هرجع لاستاذ هاني بعد شويه، بس اسمح لي هكمل كلامي مع دكتور عمرو وارجع لحضرتك ونتكلم عن المؤسستين الدينيتين. الشيخ خالد اتكلم عن الازهر، عايزين نرجع نتكلم ايضا عن الكنيسه ودورها يعني في ازاله هذا الاحتقان. بس دكتور عمرو، فضيله الشيخ خالد اتكلم دلوقتي طبعا وقال راي واضح جدا وصريح في المؤسسه الدينيه في الاعلام. عايز